حبايبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل عام وانتم بخير، والامه الاسلاميه والعربيه كلها بخير بمناسبه وحلول شهر رمضان المبارك. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اصلح حالنا، اللهم متنا توفنا على الايمان وثبتنا على الايمان، اللهم امين يا رب العالمين. دلوقتي يا حبايب قلبي جاي لي الاسئله كتيره جدا 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 عن الكوكسيديا الحاده. الكوكسيديا الحاده دي يا حبايب قلبي اللي هي ايه؟ بتبقى ايه؟ اسهال بالمعنى اللي هو اللي يعني هكلمكم كده للكل يفهمني. ده بيبقى نتيجه اسهال بس شديد جدا. الاسهال ده بيبقى فيه اهمال، يعني بيبقى فيه اهمال لدرجه ان هو بيجرح الامعاء، فبينزل اللي هو الايه؟ الزرق اللي هو زي الدم ده، زي الدم. فدلوقتي بتقولي طب هي ايه نتيجتها؟ هقول لك نتيجتها عده اسباب. اول حاجه قله مضاد السموم اللي انت بتنزلي بيه. تاني حاجه تغيير شركه العلف، مش نوع العلف، شركه العلف نفسها، لان بتختلف من سموم لسموم. تغيير العلف نفسه، وما بتيجي تغيري العلف من بادي لناهي، او من بادي اللي هو الناعم 23 ل 21 الوسط، فهنا لازم تنزلي بمضاد سموم. مضاد السموم ده يا حبايبي عليه عامل كبير جدا جدا جدا. هتقولي لي العلاج الكوكسيديا ايه؟ في ناس بتقولك ادي مضاد حيوي، هقولك لا، ما تديش مضاد حيوي، لان المضاد الحيوي يا حبايبي اللهم صل على النبي، الامعاء مجروحه، هتدي مضاد حيوي هيعمل ايه؟ حاجات تانية، هيعمل مضاعفات تانية. فاحنا هنبدا الاول بسقوه فلاجين الصبح، تكوني معطشه، هننزل بسقوه فلاجين. الفلاجين مرطب وملطف للامعاء عند الفراخ. تاني حاجه هنمشي على كده 3 ايام، فلاجين سقوه الصبح دي بالذات 3 ايام. بعد كده هننزل بانتي نال مع دياسمكت او كابكت مع دياسمكت. خلاص كده يا حبايبي. حاله ان انا هنزل بمضاد حيوي بقى عشان ينهيني على الموضوع ده كله، بعد ما احس لان الزراء بتاعه ما بقاش فيه دم، ما بقاش فيه اللي هو الاسهال الجامد قوي ده، بدا يتماسك شويه، هنزل بحبايه فلوموكس على ال4 لتر ميه. حبايه فلوموكس على ال4 لتر ميه. يا جماعه حذار ان انتوا تدوا المضاد الحيوي يكون فيه برد، بينشط البرد، يكون فيه كوكسيديا حاده، لان بيعمل مضاعفات جامده جدا 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 للطيور. خلاص يا حبايبي، يبقى انا السؤال بتاعي النهارده عن ايه؟ عن الكوكسيديا الحاده اللي هي بتنزل لا مؤاخذه من مخرج الزراء بتاعهم دم. تاني حاجه لازم نطهر المكان كله، لانها معديه جدا جدا جدا. نطهر المكان كله ونشيل الفرشه ونفرش فرشه جديده ونرش عليها جير. الجير لما بتيجي زي الفرخه بتعمل الزراء بتاعها اللي فيه دم، بيمتص الزراء بتاعها، فمن الناحيه دي بيطهر المكان نفسه. فالمعلومه دي مفيده مهمه جدا جدا جدا، والسؤال ده جاي لي كتير قوي الايام دي عن الكوكسيديا الحاده، مش الكوكسيديا اللي هي الزراء بتاعهم اصفر شويه او سايل او عسلي، لا، الكوكسيديا الحاده اللي هي لدرجه ان هي الفرخه لا مؤاخذه بتجيب دم، بتعمل الزراء بتاعها دم. خلاص يا حبايبي، فدي نقطة مهمة جدا ان انت تطهري المكان وما تنزلوش بمضاد حيوي على طول. ما حدش يقولك انزلي بمضاد حيوي على طول، الفرخة مصارينها مجروحة، مصارينها تعبانة، لازم نلطفها الاول بفلاجين. خلاص يا حبايبي، وكل عام وانتم بخير، وكل سنة وانتم طيبين، اعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.